الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد جاءك من الله أم قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. إن شهر رمضان وما فيه من أنواع العبادات وما يقع فيه من الخير والإحسان ومن أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها على أمة الإسلام، واستحضار هذه النعم يقود إلى شكرها، كما يقود إلى إعطاء رمضان ما يستحقه من العبودية لله تبارك وتعالى والاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة. ولذا فإن الله تعالى علل فرض الصوم وما شرع فيه من الرخص والتيسير على من لا يطيقونه. فمن نعم الله تبارك وتعالى علينا التي تستوجب الشكر أنه سبحانه اختصنا برمضان وفرض فيه الصيام وشرع القيام وهدانا للعمل الصالح فيه. فكم في الأرض من بشر ما هدوا للإيمان برمضان ولا وفقوا لصيامه وقيامه. أفلا نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؟ ومن موجبات شكر رمضان ما جعل الله تعالى فيه من تكفير السيئات وزيادة الحسنات واستجابة الدعوات والعتق من النار، وكل ذلك جاءت به الأحاديث. ومن أعظم ما يوجب شكر الله تعالى على رمضان أنه سبحانه يتولى جزاء الصائمين، كما في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.